دولة انت قال لي نايمي جنبي هنا. ايه ده؟ في ايه؟ في ثانية كده اول ما شفتها خلاص. انت هتمثل يا راجل انت عليا؟ ما انا شفت كل حاجه بعيني وبان كل حاجه وانت ظهرت لي على حياتك. انت فهمت غلط. فهمت؟ الشغاله اللي بتشتغل عندي في اوضتك ونايمه جنبك كمان. اساليها اللي جابها هنا ايه؟ انت اللي جابك هنا ايه؟ لا عليك يا والله. دودو، هتنكر كده في ثانية؟ مش انت اللي قلت لي تعالي جنبي يا روري عشان ما بعرفش انام لوحدي؟ الله الله. دودو جنبي؟ تصدق؟ دودو مين؟ انا ولا دودو؟ دودو مين ده؟ دودو انت يا اخويا. طب انت اتكلم يا دي العيب. طب انت اللي قلت لي كده، هتنكر يعني اللي بينا في ثانية؟ ما حصلش، البت دي كدابه. انا كنت بكدب حسين ابني كتير لما بقول لي ان الشغاله بتدخل تنام في اوضه ابوي جوزك، لكن دلوقتي انا مصدقاه. ماشي يا أبو جبل. هي فيها حسين؟ يعجبك اللي انت عملتيه؟ خربت بيتي منك لله. اللي جابك هنا واللي دخلك هنا ايه؟ خلاص زعلانة منك، انت عمال تزعقلي. اخسي يا دودو. اخس يا دودو، رحت في داهية يا دودو. خد يا ست انت. انا اللي اخترت غلط، كنت بقول هو كويس لكن طلع. ايه يا حاجه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت تشك فيا يعني؟ انا الراجل اللي بخاف ربنا وبتقي الله فيكي، تقول الكلام ده وقدام بنت زي دي ملهاش عازه توخدها علينا؟ انا لما اخترتك علشان انت كويس وبتخاف ربنا، وقلت ان انت عمرك ما هتعمل الغلط، رغم ان حسين ابني حذرني منك وقال لي على اللي انا شفته، لكن كدبته بس ما كدبش عيني. فاهم يا ابو جبل؟ يا دي حسين حسين، انتوا كل حاجه تحط لي فيها حسين حسين. ما وراكش الا حسين. حسين ده عايز يخربها. حسين ما بيحبنيش. حسين عايز نغور من هنا. حسين بيحب امه وبيخاف على امه، ولما شاف الغلط قال لامه، بس امه ما صدقتوش، بس انا شفت بعيني. اسمع بقى يا ابو جبل، قدامك لاخر النهار تطلقني، وان ما طلقتنيش انت عارف اخواتي هيعملوا فيك ايه. بعد العشره دي يا نور؟ بعد العمر ده كله؟ انا مش عاوزه كتر كلام، اللي قلته يتنفذ وكفايه بقى، مش عايزه وجع قلب. يا نور راجع نفسك يا نور، اللي انت بتعمليه غلط. لا اله الا الله. فهمت غلط. لا اله الا الله. كده ترميك الرمية دي؟ انت جيت يا ابليس. ابليس عايزه مني ايه تاني؟ مين اللي زقك عليا؟ مين هيزقني عليك يعني؟ مش انت وعدتني انا بالجواز؟ يا بنت الناس، انا وعدتك ازاي؟ انا راجل متجوز وبحب الست بتاعتي وبخاف ربنا. لا ازعل بقى، ازعل واقعد اعيط. ما تزعل انت مين والله؟ تخلف وعدك معايا علشان الست الكركوبه ديت يا دولا. انا وعدتك انت؟ قلت لي ده انا هطلقها البومه الكركوبه، ده انا زهقت منها. ما هاجيلك انت يا رورة قلبي اني يا حياتي. انا قلت كده؟ اخصى عليك تاني يا دودي، يعني خلاص مش هتتجوزني ورجعت في كلامك ولا ايه دلوقتي؟ بس اصحى من جنبي، انت ما كفاكش اللي عملتيه، عايزه تعملي لي ايه تاني؟ مين اللي زقك عليا؟ مين هيزقني؟ انت ليه مصمم في ان حد بيزقني؟ ليه ما قلتش مثلا ان انا حبيتك؟ اسمع يا بت، اسمع انت، انا ما احبش المياصه والكلام الفاضي ده. يعني هو مش انت حتى قلت ده انا مياستك دي يا رورو بتعجبني؟ انا وقفت اتناقع واقول يا رورو اللي منك لله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. منك لله خربت بيتي. استنى يا دودو. ايه يا امي مالك؟ خلاص. خلاص ايه؟ عرفتي ان انا صح؟ أيوة. وعادي اللي انت جايباه من الشارع دخلتيه بيتنا في وسطنا طلع بتاع نسوان، ويوم ما يبص للشغاله الحقيره. اتخدعت فيه يا ابني، معلش، فكرته بتاع ربنا وهيتقي الله فيا، ما غصب عني، انا كنت عايزه حد جنبي. يوم ما تبقى عايزه جنب حد جنبك عندك عيالك يا امي، مش جايبه لي واحد جايبه لي ما تعرفيش جايباه منين، وفي الاخر سابك وبص للبت اللي قد عياله. عيال الدنيا لهياهم،
انا عايزه راجل اعمل سند ايه؟ ليا. اعمل ايه معاك يا امي؟ كل يوم يما جايبه لنا واحده شغاله ما تعرفيش جايه منين، وفي الاخر سبحان الله الشغاله هي اللي اثبتت لك ان جوزك ده بصباص. وانا كنت بقول لك كل شغاله بيعمل بقى نفس الكلام تمشيها. طب ما تمشيه هو يا ام. ومشي الشغاله. طب الشغاله ذنبها ايه يا ام؟ ذنبها ايه؟ ضحك عليها بفلوسها، بفلوسه ما جاتش ومعاشه. قالت لي ليه؟ ضحك عليها يا امي، بنت صغيره هبله. على العموم يا امي شوفي انت تعملي ايه، واحنا كده كده تحت رجليك انا واخواتي. عن اذنك يا امي. ايه يا عم عادل؟ مش قلت لك يا عم عادل اللي انا همشيك؟ ما صدقتنيش، مشيتك في الاخر. ارتحت؟ اه طبعا ارتحت. ايه يا دودي، خلاص ماشي ومش هشوفك تاني. دودي كمان؟ عليك. الله اكبر، الله اكبر على دودي. بص يا عم عادل، بانت حلوه قوي اهم حاجه شايفها مش محتاج ما شاء نضاره. الله، والله لايقين على بعض. الله يخليك يا حاج. انتوا الاتنين ما شاء الله، ابليس وعمه. بس على فكره ده ابليس، انت عمه على فكره، مش هتطولوا. على فكره كل حاجة احسن بتبان. من على سهوه. يلا بقى بدل ما تجيب لك اللي يضربك يا دودو. يضربك؟ اسكت، ده هيتضرب لو ما طلقهاش. خلاص بقى يا روان بقى، سيبوش. يلا يا حاج. يلا باي باي. لا مع استنى، انا السلامة. عايزاك تاني. يلا بقى اطلع يا فكرة. حاج. ما تمشيش. على فكره ربنا يمهل ولا يهمل وما بيسيبش حق. يمهل. يلا يا منك يمهل. على امي. تاخد my لك God. الشيء اللي حيلتها. او ماي جاد، زعلانه خالص. هات الفلوس. فلوس ايه يا ام؟ الفلوس يا اصبري حبيبي، بقى اما اخد الفلوس من امي بقى. ماليش فيه. لا، ياخد الفلوس دلوقتي، يا هدخل اقول يا طنط تعالي يا طنط شوفي ابنك اهدي عمل يا ايه. بت اهدي. طب بكره يلا، وبعده بالكتير اجيب لك الفلوس. اسمها مني. انت عارفني عيب عليك. انا اصلا مجنونه. لا خش على المطبخ. ماشي. الله يسهل لك يا اسطى. تعالش. برافو. تعالى. رايح فين؟ ابني والشغاله اللي امنتها يعملوا مؤامره. مؤامرة ايه يا امي؟ انا ما عملتش حاجه يا ست هاني. راسي. بنت تعترف من اول قلم. الله اكبر. احكي لك اقسم بالله. يا بنت اهدي يا عبيطه. ايه يا امي في ايه؟ انا اما بعكسها عادي. بتعاكس؟ هنعملهم على بعض يا حبيبي. بص بقى يا ست هانم اللي حصل ايه. استاذ حسين قال لي بقول لك ايه، ليكي مني 10 بواكي، خدي 5 دلوقتي وهتعملي 1 2 3. ايه هما بقى ال 1 2 3؟ ان انا اقعد اعمل كده لعم عادل واعمل حاجه تانية الصراحه يعني. وقال لي انا لازم امي تشوفك وانت هو انت بتعملي عملت كده. حاجه تانية الصراحه ولا ايه يا بنت؟ انا لا قايل ما لك عملتش والله. لم هدومك. طب عايزه ماشي. ال5 التانيين يعني همشي على الفاضي؟ امشي. دي بنتي مجنونه. انت تخرس والله خالص. مجنونه البت دي، فكك منها. عملت فيك ايه؟ ليه يا ابني؟ قصرت معاك في ايه؟ ده كل حاجة بديها لك، حتى كل حاجة تحت ايدك. بقول لك ايه يا امي والنبي، مش عايز شغل تمثيل ولا تحت ايدك ولا تحت رجلك. دخلت راجل غريب عليا البيت ليه؟ معاشك راح له، اكلك وشربك حنيتك راح له. الراجل ما كانش بيطلب حاجة. ما كان فين فلوسك؟ كل ما اقول لك عايز فلوس مفيش. عشان انت مسرف. مصرف دي حجه. انا عامله لك كل حاجة حاجة. ومأمنه لك مستقبلك. الراجل ما خدش حاجة ولا حط ايده على حاجة ولا طلب مني حاجة. طب بقول لك ايه يا ام، صلي على الراجل النبي. محترم. صلي على النبي. الشقه دي صلى شقه والسلام. ابويا. عايز تتجوزي وترجعي الراجل هيبقى بره البيت. سيبي لي الشقه اتجوز فيها براحتي. فكري وانت حره. يا خسارة، يا خسارة يا ولادي. كل همكم ان انتوا تاخدوا كل حاجة، لكن راحة امكم هتعيش ازاي وانتوا الدنيا لهياكم؟ مش عارفة. قولولي اعمل ايه؟ انا عايشة وحدي، مفيش سند ليا، مفيش حد يخاف عليا. لقيت الانسان ده ملوش طلبات في الدنيا غير انه بيحبني وعايز يعيش جنبي يحافظ عليا. رأيكم ارجع له ولا اعيش لولادي اللي كل همهم ياخدوا كل فلوسي وكل اللي ورايا واللي قدامي؟